get ready with me وتعالى اقولك على حاجات صغيره لو عملتيها هتفرق جدا في نضاره بشرتك. طيب انا حاطه الكونسيلر وحطيت السان سكرين وحطيت الليب بالم. دلوقتي بقى هثبت بالباودر. عمرك سألت نفسك ليه في بنت بسم الله ما شاء الله نضرات بشرتها بشرتها نضرة جدا ومن غير ما تحط اي حاجة على بشرتها؟ هي طبيعتها كده. عشان ايه؟ عشان بتعمل الحاجات الصغيرة دي. اول حاجة ان هي بتشرب مية كافية لجسمها، بتشرب مية كتير جدا. طبعا سمعتوا الكلام ده كتير، بس فعلا المية بتفرق جدا في نضارة. لو بتنامي قليل ولا اغلى سيرم. اذا انا كترت ولا ايه؟ نسيت اعمل كده. ولا اغلى سيرم في الدنيا هيخلي بشرتك حلوة. لازم تنامي كويس، اقل حاجة 8 ساعات. انك مش بتهتمي بجواكي زي ما انت مهتمية كده ببره. يعني مش بتاكلي اكل صحي. لازم خضار وفيتامين، ولازم خضار وفاكهة عشان الفيتامينات. الفيتامينات لازم تاخدي فيتامينات لبشرتك. انا دلوقتي حطيت البلاش والباودر. هحط بقى الماسكارا. طيب لازم تهتمي باكلك. لازم نفسيتك تبقى كويسه، ما تبقاش وحشه. تبعد عن اي قلق وتوتر والشوكولاته، وتبعد عن الشوكولاتات والسكريات. هي دي الحاجات اللي بتبوظ بشرتك وبتطلع لها حبوب. انا كده خلصت الميك اب بتاعي خلاص. طيب ايه كمان؟ لازم تغيري كيس المخده كل يومين 3، لان بيبقى فيها بكتيريا ودهون، فطبعا بتيجي على بشرتك بتبهدلها. وشك كتير طبعا، هو بيبان ان ايدك نظيفه بس هي مش بتبقى نظيفه، بيبقى فيها بكتيريا. بتحطي منتجات كتير على بشرتك ملهاش اي 30 لازمه، او بيبقى لها فايده وكل حاجه بس انت بتستخدمها غلط. زي مثلا سيرم الريتينول. في بنات تقعد تقول انا بحط ريتينول على بشرتي يعني بتطلع لها حبوب وبتخلي بشرتها ملتهبه. فانت مش بتستخدميها صح. يعني لما تحطي كل يوم ريتينول كل يوم ريتينول ده غلط جدا. الريتينول بتجربيه الاول على بشرتك يوم. طيب تمام وكل حاجة، يبقى خلاص وقفي بقى أول أسبوع. حطي تاني أسبوع مرتين، تالت أسبوع 3 مرات، على ما بشرتك تاخد عليه. بس كده. ايه رأيكم بقى في الاوتفيت بتاعي؟ وبس كده. قوليلي بقى انهي عادة هتبدأي تعمليها من النهاردة. يلا باي باي.